بيبدأ الفيلم بطالب اسمه تاكاهاتا، والطالب ده بيبقى قاعد في الفصل وملان وبيتمنى ان اي حاجة تحصل عشان تغير من حياته المملة دي، وفجأة أمنيته بتتحقق وبشكل غريب جدا لما المدرس اللي كان بيشرح على السبورة راسه بتنفجر وبيخرج مكانها لعبة غريبة بتتكلم واسمها دورما. واللعبة دي بتخش مع الطلاب في تحدي انها لو لفت وشها وشافت اي طالب بيتحرك فورا هتفجر راسه، ولو اللعبة دي لفت ظهرها فالطلاب مسموح لهم انهم يتحركوا براحتهم. ودلوقتي لعبة دوما بتلف وشها وبتشوف طالب وهو بيتحرك وللأسف بتقتله، وكل اللي بيخاف وبيطلع يجري برضه بيموت في الحال وبيخرج منه حاجة زي كور كده أو بلي أحمر. والطلاب طبعا بيبقوا مرعوبين وخايفين جدا ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وفي طلاب بيستنوا لما دورما تلف وشها وبيطلعوا يجروا على الباب عشان يفتحوه، لكن طبعا الباب بيطلع مقفول وهم دلوقتي محبوسين مع اللعبة دي. وطبعا اللي حاولوا يفتحوا الباب بيتقتلوا فورا، بس في طالب بيهديهم وبيقول لهم أنا عارف اللعبة دي لعبة دروما واحنا هنا محبوسين فيها لحد ما اللعبة تقتلنا كلنا، بس في زر في ظهر اللعبة لو دوسنا عليه فالتحدي هينتهي. ففي طالب يتحمس زيادة وبيطلع يجري عشان يدوس على الزرار، بس اللعبة بتحس بيه وبتلف بسرعة وبتقتله. وهنا الطلاب بيفهموا ان اللعبة ديت بتفضل تتكلم ببطء وهي مدياهم ظهرها، لكن اول ما بتحس بأي خطوة بتسرع على طول وبتلف وبتقتل اللي بيتحرك. والطلبة كمان بيلاحظوا ان في عداد للوقت في ظهر اللعبة دي وقدامهم دقيقة واحدة بس، ولو الدقيقة دي خلصت فكل الطلاب طبعا هيموتوا لان كده اللعبة هتبقى هي اللي كسبتهم. والطلاب بيحاولوا يقربوا من اللعبة عشان يوقفوها من الزرار اللي في ظهرها، بس طبعا الدم بتاع زمايلهم اللي اتحول لكرات او بلي زي ما قلت لكم، في اللي بيتزحلق عليه وفي اللي بيقع، اللعبة بتموته. ودلوقتي كل الطلبة ماتت والفصل بقى مليان جثث ومش باقي غير 10 ثواني بس واللعبة تنتهي، مش فاضل غير تاكاهاتا وطالب تاني بس معاه. فبيقرروا ان هم يعملوا خطة عشان يكسبوا في التحدي، وهو ان الطالب ده يوطي وتاكاهاتا ينط على ظهره بسرعة ناحية اللعبة ويدوس على الزرار، وبالفعل بيقدروا ان هم يعملوا كده واللعبة بتقف بعد ما بتتهزم. وطبعا بتتضايق انها خسرت في التحدي، وتاكاهاتا وزميله بيهيصوا انهم نجحوا ونجوا بحياتهم، بس فجأة راس زميل تاكاهاتا بتنفجر قدامه. واللعبة بتقول له ان هو بس الفايز في التحدي ده لان هو اللي وقف الزرار، وبتقول له كمان استنى القطة لسه هتيجي وده تحدي هنشوفه قدام. وفجأة باب الفصل بيتفتح وبتطلع زميلته اللي اسمها تشيكا، بتبقى منهارة جدا وفي حالة صدمة، وتاكاهاتا بيجي لها عشان يطمن عليها، وتشيكا بتحكي له انها برضو كانت في تحدي زي التحدي اللي هو كان فيه، وانها داست على الزرار اللي كان في ظهر اللعبة وساعتها كل زمايلها ماتوا. فتاكاهاتا بيقول لها ان ده نفس اللي حصل معاه. وفي الوقت ده تاكاهاتا بيحاول انه يتصل بالشرطة، بس لما بيطلع تليفونه بيلاقي ان مفيش اي شبكة، فبيطلع هو وزميلته يجروا من المدرسة لكنهم بيلاقوا ان كل الابواب مقفولة. وتاكاهاتا بيحاول يكسر الازاز بس ما كانش بيتكسر، وبيلاقوا في الاخر باب بيتفتح وبيدخل لصالة، والصالة دي بتطلع صالة الالعاب، ومجرد ما دخلوا الصالة الباب بيتقفل وراهم مرة واحدة، فهم بيتحبسوا كده تاني. بس المرة دي ما كانوش لوحدهم، كان معاهم طلاب تانية، في طلاب منهم كانوا لابسين لبس كده شكل الفار. وتاكاهاتا بيفهم انهم داخلين في تحدي جديد، وكان مكتوب على الارض دخلوا الكرة في السلة عشان تكسبوا. وفجأة الارض بتتهز وبيخرج منها تمثال عملاق على شكل قطة، والقطة على طول بتبدأ تاكل في الطلاب اللي لابسين لبس فار، وبيكون التحدي ده صعب جدا، والطلاب بيفضلوا يجروا من الخوف والقط بيجري وراهم. وفجأة القطة بتيجي ناحية تاكاهاتا وزميلته تشيكا بس مش بتاكلهم عشان هما مش لابسين لبس الفار. وتشيكا بتشوف كورة على الارض بتتدحرج، وتاكاهاتا بيشوف الطوق بتاع السلة اللي متعلق في رقبة القطة العملاقة، وبيفهم انهم المفروض يدخلوا الكورة دي في السلة بتاعة القطة. وتاكاهاتا بيقول للطلاب على الموضوع ده، ففي طالب سلة محترف بيطلب من تشيكا ترمي له الكورة، ولما الطالب ده بياخد الكورة بيرميها في السلة بتاعة القطة، وكانت فعلا هتدخل لكن القطة بتصد الكورة وبتمسك الكورة وبترميها على الطالب ده بكل عنف، والطالب طبعا بيتخبط في الحيطة وبيموت. وبعدها القطة بتبص على تاكاهاتا بس مش بتاكله وبتروح اتجاه الطلاب اللي لابسين لبس فران. وتاكاهاتا بيفهم ان القطة بتاكل اي حد لابس لبس فار، يعني صباح الفل لسه اللي فاهم، فبينبه الطلاب ان هم يقلعوا اللبس ده. ولما الطلاب بينفذوا كلامه وبيقلعوا اللبس اللي على شكل لبس الفار، القطة بتبدأ تلوش فيهم حرفيا وتاكل في اي حد، وطبعا بيحصل هرج ومرج والطلاب بتخاف وبيفضلوا يجروا في كل حتة، والقطة بقى المرة دي مش بتميز وبتبقى بتاكل في اي حد فيهم. وفي اللحظة دي تشيكا بتلاقي الكورة واقعة جنبها، وكان في عداد للوقت على الكورة وفاضل بس فيه 3 دقايق، وفي اللحظة دي القطة بتقرب من تشيكا عشان تاكلها. وتاكاهاتا لما بيشوف صاحبته هتموت كده بيتصرف بسرعة، بيروح يلبس لبس الفار عشان ينقذها، وفعلا القطة بتسيب تشيكا على اخر لحظة وبتجري ورا تاكاهاتا اللي بيفضل يشتت القطة ويجري يمين وشمال، وبيطلب من اي حد يرمي ليه الكورة، بس كل الطلاب خايفين ان هم يتدخلوا. وفي الوقت ده تاكاهاتا بيسمع حاجة غريبة، بيبقى سامع موال القطة وفهمه، وبيدرك انه دلوقتي فاهم كلام القطة
لانه لابس لبس الفار، وبيفهم كمان ان القطه محتاجه حد يهرش لها ظهرها. فتكهاتا طبعا بيجري على القطه وبيطلع على ظهرها وبيفضل يمسك في الحبال اللي على ظهر القطه وبيفضل يهرش لها ظهرها. ولما تكهاتا عمل كده القطه بقى بتبدا تهدى خالص وبتبطل تهاجم اي حد، وكانت عايزه تكهاتا يفضل بس يهرش لها في ظهرها. وفي الوقت ده تكهاتا بيطلب من باقي الطلاب انهم يساعدوه، وتشيكا بتيجي ليه عشان تساعده. وكل الطلاب لما شافوا ان الحركه دي جابت نتيجه راحوا هم كمان عشان يساعدوه، وبداوا يطلعوا على ظهر القطه وبداوا يعملوا زي تكهاتا ويهرشوا لها في ظهرها لحد ما القطه ما بالفعل بتنام. وفي اللحظه دي تكهاتا بيقرر ان هو يروح ياخد الكوره ويرميها في السله عشان بقى اللعبه دي توقف ويكسبوا. لكن طبعا باقي الطلاب مش بيوافقوا على الكلام ده، لان كل واحد كان عايز هو اللي يرمي الكوره في السله، لان فاكرين ان هي زي اللعبه اللي فاتت واحد بس اللي هيكسب فيها والباقي هيموتوا. فطبعا من خناقهم وجدالهم الكتير ده القطه بتصحى من جديد وبسم الله كده بتقتل 2 منهم. ولان الوقت اوشك انه يخلص وهم المفروض يرموا الكوره دي في السله ومفيش وقت ان هم يروحوا ينيموا القطه من جديد ويروحوا بعد كده يرموا الكوره، فكان لازم يلاقوا حل بسرعه. فتكهاتا بيجيله فكره حلوه قوي وبيروح ياخد كوره سله مقطوعه وبيطلب من تشيكا ان هي تيجي وتجيب الكوره بتاعه القطه وتخش ورا كده في غرفه لخلع الملابس. وبعدها الاتنين بيخرجوا وكل واحد فيهم ماسك كوره ولففها في ملابس الفار، وهما الاتنين بيمشوا في اتجاه القطه وكل واحد فيهم يعني من ناحيه مختلفه. فالقطه بتفضل محتاره تروح لانهي واحد فيهم، واي واحد فيهم ماسك الكوره الاصليه اللي هي المفروض تصدها. وفي الوقت ده القطه بتلاحظ ان الكوره اللي مع البطل هي كوره سله عاديه، فهنا القطه بتفهم ان الكوره اللي مع تشيكا هي الكوره اللي المفروض تصدها، فبتركز مع تشيكا وبالفعل بتصد الكوره اللي معاها. لكن هنا بنفهم ان دي كانت خطه تكهاتا ان هم يظهروا للقطه ان الكوره اللي مع تكهاتا مش الكوره الاصليه. ففي الوقت ده القطه تركز مع تشيكا وبكده بيبقى عند تكهاتا فرصه ان هو يروح يرمي الكوره في السله، وبالفعل تكهاتا بيعمل كده. انا مش عارفه ايه تكهاتا ده، يا ريتني سميته تاكي ولا اي حاجه. لكن للاسف بعد كل الفرادة دي الكوره مش بتدخل في السله والكل بيفتكر كده انهم خلاص خسروا التحدي. بس فجاه طالب جمدان بيظهر من ورا القطه وبيدخل الكوره في السله وبيفوز بالتحدي في اخر ثانيه، والقطه بتتوقف تماما وبكده بيتعلن انتهاء اللعبه. وبترجع بعدها تشتغل بعد ثواني وبتقول ان الكسبان هو تكهاتا وتشيكا والطالب الجمدان اللي دخل عليهم ده، ومش بيتقال اسم اي طالب تاني، وده معناه ان الكل دلوقتي هيموت. بس فجاه الطالب الجمدان اللي دخل عليهم هو بنفسه اللي بيقتل باقي الطلاب الخسرانين. ومن هنا هنسميه الطالب السايكو، لان هو فعلا شخص مجنون وبيحب يعيش في عالم يكون هو فيه بس القوي والمسيطر ويقتل اي حد ضعيف او خسران. وبيروح ناحيه تكهاتا وتشيكا وبيقول لهم كده احنا الكسبانين. فطبعا هما بيبقوا قرفانين منه وبيبقوا قرفانين من اللي عمله في باقي الطلاب زمايلهم. وفجاه القطه بترش عليهم دخان ابيض والثلاث طلاب بيختفوا. وبنشوف بعدها على الاخبار ان في جميع انحاء الكوكب بيحصل نفس التحديات دي في المدارس، وتقريبا في اكتر من 10 مليون طالب ماتوا. والمذيعين بيبداوا يغطوا اختفاء الطلاب، وفي اعلاميين بيقولوا ان السبب في اللي بيحصل ده هو هجوم من الفضائيين. وبنشوف ان في مكعبات ضخمه ظهرت وبتطير في السماء. وفي المكعب بتاع اليابان بيصحى البطل بتاعنا وبيشوف صديقه قديمه ليه من مدرسه تانية اسمها توكسا، وهم اصلا زمان كانوا مرتبطين. وغير توكسا كان في 2 طلاب تانيين موجودين من مدارس تانية، والطلاب دول كانوا هم برضو قدروا ينجوا من التحديات اللي فاتت زي تكهاتا. لكن تكهاتا في الوقت ده بيدرك ان كل الطلاب اللي معاه في المربع او في الغرفه اللي هم فيها دي اساميهم بتبدا بحرف التاء، فبيدرك ان اكيد كده في غرف تانية فيها طلاب تانيين حسب الترتيب الابجدي لحروفهم. وهنا تكهاتا بيبقى قلقان على تشيكا زميلته لان المفروض كانت تبقى معاهم في نفس الغرفه. بيبقى في باب كده في الغرفه اللي هو فيها بيقعد يخبط عليها على امل ان ممكن على الناحيه التانية تكون زميلته موجوده، لكن بيجي له طالب كده ذكي وواثق في نفسه. والطالب العبقري ده بيبقى مغرور جدا وبيقول لتكهاتا ان مفيش حد هيجي يساعدنا، وبيوري لتكهاتا صوره ثلاثيه الابعاد عن الاخبار وهي بتتكلم عن اللي بيحصل. ومن الاخبار بيفهموا ان هم موجودين جوه مكعبات ظهرت في العالم وان هم محبوسين هنا، وان كل المفروض ان هم يعملوا ان هم يستنوا التحدي الجاي. وبعدها الباب بيخبط وبيدخل عليهم 4 عرايس غريبين بيطيروا كده في الهواء وبيقولوا للطلاب ان جه وقت التحدي الثالث، والتحدي ده اصعب من كل التحديات اللي قبله. واحده من العرايس دي بتطلب من الطالب العبقري ان هو اللي يبدا اللعبه، فبيوافق على طول. والعرايس بتشرح له اللعبه ان الطالب ده هيقعد على الارض وهيغمي عينيه والعرايس هتلف حواليه وهيبداوا يغنوا. وبعد ما يخلصوا غنى بيسالوا الطالب ده مين فينا اللي واقف وراه، فالطالب بيتوتر وبيجاوب غلط فبالتالي بيخسر. وواحده من العرايس بتطلق عليه ليزر، والليزر ده بيخلي العرايس هم المتحكمين في الطالب بشكل كامل وبيخلوه يضرب دماغه في الارض كذا مره لحد ما بيموت قدام عيون زمايله. وبعد كده بيجي دور البنت التانية والعرايس بيقولوا لها يلا ابدا التحدي، لكن البنت دي بتخاف قوي بتبقى مش عايزه تبدا التحدي. فالعرايس بيفهموها انها لو ما بداتش التحدي وبدات اللعبه معاهم هتموت
برضو على الفور. فهنا البنت دي بتضطر انها تلعب وبتغمي عينيها، والعرايس بتبدا تلف حواليها وتغني، وبعد كده بيقفوا وبيسالوها مين فينا اللي واقف وراكي، والبنت من شده خوفها بتتاخر في الرد، فطبعا ده بيتحسب انها كده ما جاوبتش، فبرضو بيموتوها. بس المره دي بيموتوها بطريقه ابشع، لما بيخلوها تفتح رجليها زي البرجل، وكل رجل بتتسحب في اتجاه مختلف لحد ما البنت بتتقطع وبتموت. وبعد كده العرايس بتختار توكسا اللي هي زميلة تاكاهاتا، لكن المره دي تاكاهاتا بيطلب منهم ان هي تبدل معاه وان هو اللي يلعب مكانها، والعرايس بيوافقوا، وتاكاهاتا بيقعد وبيغمي عينيه، والعرايس بتبدا تلف حواليه وهم بيغنوا، وبيقفوا مره واحده وبيسالوه مين فينا اللي واقف وراك. تاكاهاتا بيعرف يجاوب فعلا، والعرايس بتستغرب وبيسالوه انت عرفت ازاي، فطبعا بيفهمهم ان هو خلاص عرف تحركاتهم لما شافهم بيلعبوا مع زمايله اللي قبليه، فقدر يعني ان هو يواكب الوتيره بتاعه الحركه بتاعته. وبكده البطل وزميلته بيقدروا ان هم يكسبوا في التحدي ده، وبياخدوا المفتاح اللي ظهر لهم وبيخرجوا من الاوضه. واول ما بيخرجوا بيلاحظوا ان في طالب بيجري وكان برضه معاه مفتاح، وكان بيطاردوا واحده من العرايس، والطالب ده بيحذرهم وبيقول لهم لازم نمسك في ايد بعض لان العروسه دي بتقتل اي طالب واقف لوحده. وبالفعل بيمسكوا ايدين بعض، والعروسه لما بتشوفهم ماسكين ايدين بعض بتسيبهم وبتمشي وبتروح تدور على اي طالب تاني لوحده. وكده فريق تاكاهاتا بقى معاه مفتاحين، وبعدها بيسمعوا صوت وبيتحركوا في اتجاه الصوت ده، وبيطلع ان الصوت ده جاي من تشيكا زميلة تاكاهاتا، واللي كان برضه في عروسه بتطاردها. وتاكاهاتا بيسيب الناس اللي كان واقف معاهم وبيجري على صاحبته عشان ينقذها، وعلى اخر ثانيه بيقدر يمسك ايدها قبل ما العروسه ما كانت تقتلها. وبعد كده في راس خشبيه كبيره بتظهر في الحيطه، وبيبقى فيها عداد للوقت شغال، وفي الراس الخشبيه دي بيبقى فيه 7 اماكن ل7 مفاتيح، وبتتكلم الراس دي معاهم وبتقول لازم 7 اشخاص يحطوا ال7 مفاتيح اللي معاهم في اماكنها. وفي الوقت ده فريق تاكاهاتا بيقابل 2 طلاب تانيين كان معاهم مفتاحين، وبكده عددهم بقى 6 اشخاص و4 مفاتيح بس، يعني ناقصهم شخص و3 مفاتيح، وقدامهم دقيقتين بس، وفريقنا بيحس باليأس وبيبقى مفيش وقت. لكن فجأة في شخص بيرمي ال3 مفاتيح قدامهم، وبيظهر الطالب ده وبيطلع السايكو، وبيكون ماسك معاه طالب تاني بيطلع في الروح اساسا. وبما انهم كده بقوا 8، فطبعا السايكو بيقتل الطالب اللي معاه، وهو اصلا كان ماسكه بس عشان ينجو، لان طبعا احنا قلنا ان ما ينفعش طالب يفضل واقف لوحده. وطبعا الطلاب واولهم تاكاهاتا وتشيكا بيبقوا قرفانين منه، لكن مفيش حل، لازم فريقهم يبقى من 7 اشخاص. وبالفعل بيحطوا ال7 مفاتيح في الراس الخشبيه علشان يروحوا للتحدي اللي بعد كده. الراس الخشبيه بتقول لهم ان كده خلاص التحدي خلص، وبتقول لهم ان لازم يغيروا ملابسهم، وبعدها بتختفي وبيتفتح مكانها نفق المفروض ان هم يدخلوا فيه، وبيعدوا من النفق ده وبيوصلوا للجانب التاني اللي كان مكان كله تلج. وفجاه الطلاب بيحسوا ان الارض بتتهز من حواليهم، دب قطبي عملاق لونه ابيض بيقعد كده يعمل استعراضات وشقلباظات في الجو. وبعدها بيقف الدب ده وبيقول لهم انا بكره الكذب، في التحدي ده انا هسال اسئله ولازم تجاوبوا عليا بصدق، بس لو حد فيكم كذب فلازم تختاروا الشخص اللي كذب ده او تختاروا شخص مكانه وتضحوا بيه علشان تروحوا للمرحله اللي بعد كده. وبعد ما الدب شرح القواعد بيسالهم ايه اكلتكم المفضله. ده طبعا يعني سؤال تافه او سهل جدا، وهم فعلا بيجاوبوا عليه، بس الدب بيقعد يقول لهم انه شم ريحه الكذب، وبيقول لهم ان في شخص كذب منهم، وقدامهم دقيقتين بس ولازم يطلعوا الشخص الكذاب ده او يضحوا باي شخص مكانه. يعني لو ما عرفوش يطلعوا الشخص الكذاب ده يضحوا بشخص تاني، بس لازم كلهم يتفقوا على الشخص اللي هيطلعه. وساعتها بقى كل واحد بيفضل يتهم في التاني، وبعد كده كلهم او معظمهم بيشكوا في طالب ده لانه لما جاوب قال انا وجبتي المفضله هي الخضروات، والطالب بيقول لهم انا مش بكذب انا فعلا بحب الخضروات. بس خلاص كان الوقت خلص وكلهم شكوا فيه واختاروه، والطالب ده للاسف بيتقتل. والدب بعدها بيتنقل للسؤال التاني وبيسالهم اذا كانوا بيحبوا تاكاهاتا، فتشيكا وتوكسا اصلا بيحبوه ومعجبين بيه وهم يعني زمايله، فبيقولوا احنا فعلا بنحبه، والسايكو والباقيين برضه بيقولوا انهم بيحبوه. وبعد كده الدب بيقول لهم ان برضه في واحد فيهم كذاب، وتشيكا على طول بتتهم السايكو وبتقول له ان انت اصلا سايكو مش بتحب نفسك ولا بتحب اي حد، فانت اكيد مش بتحب تاكاهاتا. لكن في الوقت ده تاكاهاتا يعني بيشغل دماغ وبيقول لي اصلا في واحد فينا هيكذب وهو عارف ان الدب هيشم ريحه الكذب، وكمان اصلا الاسئله يعني يعتبر عبيطه فمش مستاهل ان حد يكذب عليها. فالدب في الوقت ده بيقول له فعلا انت عندك حق، انت كده عرفت السر، في واحد فضائي وسطيكم وهو اللي بيكذب عشان يوقعكم في بعض، وانتم دلوقتي لازم تعرفوه وتتخلصوا منه قبل ما يخلص عليكم. ودلوقتي الطلاب طبعا بيفكروا مين فيهم الكذاب، ففي طالب بيقول ان الكذاب فيهم هي الطالبه توكسا اللي هي اصلا حبيبه تاكاهاتا القديمه او زميلته يعني القديمه، وبيقول ان انا وزميلي من مدرسه ونعرف بعض، وتاكاهاتا والسايكو وتشيكا من مدرسه برضو واحده وكلهم يعرفوا بعض، مفيش غيرها اللي مفيش حد يعرف. فتاكاهاتا وتشيكا بيفضلوا يدافعوا عنها، لكن في الوقت ده الوقت بينفذ وبيبقى الاغلبيه اختاروا توكسا، وللاسف فعلا بتتقتل قصاد عينيهم. والدب بعدها بكل برود بيستعد عشان يسالهم السؤال اللي بعد كده، بس تاكاهاتا بيوقفه وبيقول له انا
عرفت مين هو الشخص الكذاب. فالدب بيقول له مين؟ فبيقول له انت الشخص الكذاب. وبيقول له ان اللي يساعدني اعرف ده ان لما زميلتي دمها سال في شويه منه يعني طرطشوا على الدب، فالدهان الابيض اللي عليه اتشال وبان ان اللي تحت الدهان ده جسم تاني بلون مختلف وهو الاسود. فبالتالي الشخص الكذاب والمخادع من البدايه ما كانش اي حد فيهم، كان هو الدب اصلا. والدب في الوقت ده بيتعصب ان تاكاهاتا كشف سره وبيحاول يهاجم كل الطلاب ويسحقهم، بس الطلاب بيبداوا يهربوا منه لحد ما الدب في الاخر بيقع في مكان كده سخن فجسمه بيتحرق واللون اللي على جسمه بيسيح، وفي الاخر الدب ده بيتقبل الهزيمه وبيعلن انتصارهم في التحدي. وبعدها الطلاب بيتنقلوا للمكان الجديد اللي هيلعبوا فيه التحدي الجاي، وبيدخل عليهم المره دي عرايس صغيره، والعرايس دي بترحب بيهم وبتقول لهم ان التحدي ده هو التحدي الاخير، وبيبداوا يقولوا لهم قواعد اللعبه دي، وهي ان واحد منهم بس هو اللي هيتم اختياره ويكون اسمه اكوما، واكوما ده هياخد العلبه دي وهيحطها على الدايره الحمراء اللي على الارض دي، وفي الوقت ده باقي الطلاب هيروحوا يستخبوا، واكوما ده هيبدا يدور على الطلاب، ولو اكتشف اي طالب فيهم هينده على اسمه بصوت عالي، وبعد كده ياخده ويحطه في السجن او الزنزانه، وبكده يبقى اكوما مسك الشخص ده. ولو اكوما حط 3 طلاب او اكتر في السجن هو اللي هيكسب، بس لو اي طالب طليق يعني لسه اكوما ما مسكوش قدر ان هو يرمي العلبه اللي محطوطه على الدايره دي فهيقدر ان هو يحرر زمايله اللي في الزنزانه. لكن لازم تكونوا عارفين ان العلبه دي جواها قنبله، فلو حد شاط العلبه دي فالقنبله اللي جواها هتنفجر، يعني في شخص لازم يضحي بنفسه عشان ينقذ زمايله اللي في الزنزانه. واخر حاجه العرايس بتقولها ان التحدي مش هيخلص غير بغروب الشمس اللي هو حوالي ساعه يعني من دلوقتي، ولو الساعه خلصت واكوما ما كانش حابس 3 اشخاص او اكتر فهو اللي هيخسر. وبعد ما القوانين اتشرحت واحد من العرايس بتطلع 5 عيدان خشب لاختيار الطالب اللي هيصبح اكوما، ولسوء حظ الطلاب اللي بيطلع اكوما هو السايكو اكتر طالب مجنون وشرير فيهم. وبتبدا اللعبه فعلا وكل الطلاب بيجروا عشان يستخبوا، والسايكو بياخد العلبه وبيحطها في الدايره الحمراء وبيجري عشان يدور على اي طالب، وبيقدر السايكو يلاقي الطالبين اللي من المدرسه الثانيه بكل سهوله. الطلاب دول حاولوا يضربوا السايكو ويهربوا منه لكن كان اقوى منهم بكتير وقدر يتغلب عليهم ورماهم في الزنزانه. وتاكاهاتا وتشيكا شافوا اللي حصل ده من بعيد لكن السايكو قدر يشوفهم ويعرف مكانهم، وطبعا السايكو بيروح في اتجاههم. وتاكاهاتا في الوقت ده بيقرر ان هو يتصرف وبيرمي حبل كده عشان يخرجوا بيه من الشباك، لكن السايكو بيوصل بسرعه وتشيكا بتدرك انهم مش هيلحقوا يهربوا فبتحب تكسب وقت لتاكاهاتا وبتوصل بنفسها للسايكو. وطبعا السايكو في الوقت ده بيروح عشان يحرس العلبه لان كده هو مسك كل الطلاب ما عدا تاكاهاتا اللي هو دلوقتي مستخبي. والسايكو في الوقت ده بيكلم تاكاهاتا بصوت عالي وبيحاول يقنعه ان هو يظهر ومش هيقبض عليه، وبيقول له انا خلاص قبضت على اكتر من 3 اشخاص فاحنا الاثنين كده ممكن نكسب. بس طبعا تاكاهاتا مش بيصدقه غير ان هو عايز ينقذ صاحبته تشيكا. وبيبدا تاكاهاتا في الوقت ده يدور على اي حاجه في المكان ممكن يستخدمها، وبيلاقي بدله صفيح كده، وتاكاهاتا بيخرج من المكان المستخبي فيه وهو لابس البدله دي عشان يحمي جسمه من الانفجار لما يعني يشوط العلبه. بس المشكله ان البدله دي كانت تقيله جدا ومقيده يعني حركته، وتاكاهاتا بيبقى شكله عبيط قوي في البدله دي وبيبقى ماشي بيترنح وبيوقع كمان السيف من ايده على الارض، وبيتراجع لاخر القلعه بس ما بيبقاش فيه اي مفر او حمايه ليه. والسايكو بيجري عليه وبيشيل الخوذه اللي لابسها على دماغه وبيفضل يتريق عليه، لكن في الوقت ده السايكو بيتفاجئ ان تاكاهاتا ربطه بسلسله، لكن دي كانت خطه تاكاهاتا من البدايه ان يجذب انتباه السايكو ليه، واول ما يجي يقرب منه ويشيل القناع اللي على دماغه يربطه على طول بالسلسله ويمنعه من الحركه ويمنعه ان هو يروح للعلبه. وتاكاهاتا بيتكلم وبيقول للسايكو انا كنت شايف الحياه ممله ونفسي في اي تغيير، بس بعد اللي حصل ده والالعاب اللي دخلنا فيها ادركت قيمه الحياه فعلا. بيقول له كمان ان بسبب الالعاب دي انا خسرت اصدقائي. وبعدها تاكاهاتا بيرمي جسمه من فوق القلعه وبيسحب معاه السايكو اللي بيحاول ما يقعش معاه، وتحت تاكاهاتا بيقدر ان هو يخرج من البدله وبيحاول يتسلق السور ويطلع لزمايله. اما السايكو فبيحاول انه يسحب البدله ناحيته عشان ينقذ نفسه ويحرر نفسه من السلسله ومن البدله الغريبه دي. وتاكاهاتا بيطلع على السطح وبيتحرك ناحيه العلبه عشان يشوطها، لكن للاسف جسمه كان تعبان قوي وبيتحرك بالراحه يعني حرفيا بيزحف. اما السايكو فبيعافر وبيسحب البدله وفي الوقت المناسب بيقدر فعلا ان هو يفك نفسه من السلسله وبيحاول يوقف تاكاهاتا وهما الاثنين بيجروا في اتجاه العلبه، لكن الحمد لله تاكاهاتا بيقدر ان هو يشوط العلبه وبالتالي يحرر زمايله. وكله بيخاف طبعا من الانفجار الا العرايس قالوا لهم انه هو هيحصل لو شاتوا العلبه، لكن مش بيحصل انفجار او اي حاجه، وبيطلع ان ما كانش فيه قنبله جوه العلبه. وبعدها بثواني الشمس بتغرب والتحدي بينتهي والعرايس بتظهر لهم من جديد وبتتكلم معاهم وبتقول ان تاكاهاتا هو اللي كسب في التحدي ده، وبيقولوا كمان انهم كسبوا بخصوص موضوع القنبله وهم قالوا كده بس عشان يخلوا التحدي مثير اكتر. والسايكو طبعا بيتضايق من الخساره دي ولانه كده هيموت، لكن العرايس بيقولوا لهم ان التحدي الاخير كان مجرد لعبه ومحدش هيموت فيه. فبتبدا بقى الاحتفالات في السما تشتغل والطلاب بيفرحوا انهم اخيرا هيخرجوا عايشين من اللعبه المجنونه دي، والعرايس بتديهم ايس كريم عشان ترطب عليهم واحتفالا يعني بانهم
كسبوا، وتاكاهاتا بيبدا ياكل الايس كريم بتاعه وبيفكر مع تشيكا هيعملوا ايه لما يخرجوا من المكان ده. واثناء ما هما بيتكلموا تاكاهاتا بيلاحظ ان في كلام مكتوب على عصايه الايس كريم بتاعته، لكن مش بيهتم يعني ومش بيركز مع الكلام المكتوب. اما تشيكا فبتركز وبتبدا تعيط لانها بتقرا الكلام المكتوب على العصايه، واللي بيبقى مكتوب انت خسرتي وهتموتي. والعرايس بترجع لهم تاني وبتتكلم معاهم وبتقول لهم ان كل تحدي انتوا دخلتوه كان محتاج مهاره وذكاء، لكن في الاخر الحظ هو اللي هيحدد مين هيعيش ومين هيموت. وبيقولوا لهم كمان ان كل ايس كريم انتوا خدتوه مكتوب عليه مصير كل واحد فيكم، ومصير تشيكا كان انها هتموت. اما تاكاهاتا فبيبص على العصايه وبيكتشف ان حظه حلو وان هو هيعيش، والسايكو كمان هيعيش والطالبين التانيين هيموتوا. وبعد ما تم تحديد مصير كل واحد فيهم، تشيكا والطالبين التانيين بيتضربوا بليزر من العرايس وبيتبخروا وبيطيروا في الهواء. اما كاتاهاتا والسايكو فبينتقلوا لفوق المربع اللي طاير فوق اليابان، وكل الناس بتحييهم عشان قدروا ان هم ينجوا بحياتهم، رغم ان تاكاهاتا كان في قمه الحزن على خساره زمايله وخساره تشيكا حبيبه. وبس كده بيخلص فيلم النهارده. وبس كده انا هاجر، ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وسيبوا لنا كومنتات حلوه زيكم. سلام.